هلا والله. صباح الخير يا ذي الربع، معاكم القرداني. توي قايم من النوم، بس حسيت اني لازم احييكم اول شيء. بسم الله، ان شاء الله باقي لي موز بالثلاجة. والله ما اتحمل الصدمة. من اكل الموز حقتي؟ لازم اروح السوبر ماركت الحين، ما اقدر اكمل يومي بدون موز. لازم كل شيء انا اسويه، حتى الموز انا اشتريه. يا اخي اصعب شيء في الحياة انك تلاقي طاكسي بسرعة. يا ليتني كنت بنت حلوة الحين. تدري، كلنا نركب الطاكسي، بس مو كلنا رايحين نشتري موز. يا رب لا يكون حتى هنا الموز مخلص. اصفر ولا اخضر؟ كل موزة تقول انا الاحسن. بعد ما خلصت الشوبينج بروح البيت اجهز نفسي للرحلة العظيمة، وراح اخذ لكم معاي. يا ليتني ساكت بس. الحين بعد ما شبعت وقت الشغل. المكان اللي رايح له موجود في المكسيك، مكان قريت عنه في الانترنت. خلوني اوريكم. يقولون الدمى تتحرك بالليل وتهمس في اذن كل من يقترب، بس انا بروح. ليش؟ الله اعلم. اهم شيء في السفر تاخذ كل شيء ما تحتاجه وتنسى الاهم. بعد ما جهزت كل شيء وحجزت تذكرة الطيارة والفندق، حان وقت الرحيل. رايح ادور على المغامرة الغامضة واخاطر بحياتي عشانكم يا اخوان، مو عشان المشاهدات. دخلت المطار، الحين يبدأ الرعب الحقيقي. ان شاء الله نلقى مكان زين يا جماعة. المقعد هذا حسه بيكون تاريخي. ان شاء الله يكون مقعدي جنب النافذة، مو جنب دورة الماي. الآن بعد ما طلعت الطيارة أبى أقول لكم سر خطير. أنا أخاف من الطيارات. يا سلام! وصلت المكسيك والحمد لله شنطتي للحين معاي. واضح الفندق 5 نجوم، بس قبل 100 سنة. الغرفة مريحة للي ناوي ما ينام. بعد ما سألت مالك الفندق الجميلة هذا عن مدينة الدمى، تفاجأت يوم قال لي حياتك مو عزيزة عليك إذا ناوي تروح هناك. السلام عليكم يا جماعة، أنا القرداني في المكسيك اليوم. شوفوا الأجواء الحلوة، الشوارع هنا زحمة وألوانها تجنن. تابعوا مغامراتي. الآن بدأت الرحلة، أدور لي طاكسي يوديني لمدينة الدمى. الحين أنا في التاكسي رايح لمدينة الدمى. إذا ما رجعت قولوا لأمي إني كنت أحبها. حتى التاكسي خاف وطار، وأنا الحين بروحي. الكل نصحني ما أجي لهالمكان، بس حياتي رخيصة عشانكم مو عشان المشاهدات. أنا كنت أظن إنها مدينة مو غابة. المكان ده غريب ومظلم. أحس إن شيء يراقبني. المكان مو مريح أبد. شو هذا؟ لعبة؟ ولا تحذير رسمي؟ سمعتوا؟
هذا صوت طفل؟ ذاك وش؟ كوخ؟ ولا فخ؟ الكوخ مهجور. بس القدر يغلي؟ مين كان هنا؟ إيش هذا؟ في شيء ميت على السرير. وش ذي الشاحنة المخيفة ذال؟ شكلها جاية لي. وش هالمكان؟ أنا ما قلت إني أبي أكشن. وش ذا؟ كل شوي الدمى تصير أكثر. وش السالفة؟ المكان مو طبيعي أبد. هي ضحكت؟ ولا أنا أتخيل؟ خلاص أنا بدأت أندم إني جيت. قررت أبتعد عن الدمى، بس مو متأكد إذا الطريق هذا أحسن. ما أدري إذا أنا ضايع، بس المكان يصير أغرب كل دقيقة. أحسن شيء تسويه يوم تخاف تكمل. يمكن أموت بس على الأقل المشاهدات ترتفع. هذه نقوش ولا ناس قبلي كانوا يصورون فلوغ وما طلعوا؟ أنا جاي أصور مغامرة. ما توقعت أصور نهايتي. الحين عرفت ليش الناس ما تصور فلوغات في أماكن مسكونة. بس المشاهدات يا أخي، أقصد المتابعين، كله عشانكم. لا، أنا شفت شيء يتحرك في الشباك. يا ساتر، وش ذا اللي ورجت نفسي فيه؟ وش قاعد يصير؟ أنا خايف. لحظة، هذا منجم؟ بالله كيف الغابة تحولت لمنجم؟ واليوم كنت مفكر أرجع للبيت. أنا داخل منجم، ما أدري إذا راح أطلع، بس أهم شيء تسوون لايك وتشتركون في القناة عشان إذا اختفيت تعرفون السبب. في شيء يتحرك. يا ساتر، أنا جاي أصور مو ألعب سايلنت هيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وش ذا المكان؟ دمى وطلاسم. أحسن إني دخلت وسط فيلم رعب بدون تذكرة خروج. يعني لو قلت لكم يا أخوان إني مرتاح أكون أكذب، بس لازم نكمل عشان تعرفون نهاية القصة. خلاص ما عاد أتحمل، أبغى أطلع من هالمكان المجنون. أخيراً طلعت من هالنفق. والله كنت أحسب نهايتي هناك، كنت أحسب نهايتي أقتل كالساحرة، بس قلت لازم أموت بطريقة ترفع مشاهدات القناة. الله يستر، بس أنا شكلي ضعت. وش ذا؟ قرية كاملة بس ما فيها ولا نفس. أحس دخلت فصل جديد من لعبة رعب ما حملتها. لا، مو وقت ألعاب أطفال الحين. الحين فهمت كل شيء. الغابة كانت مجرد طريق، بس المدينة الحقيقية هي هذه قرية الدمى. لا
نجيت منها بعجوبة. والله حسبالي خلاص بنصاد وأصير دمية في الحيطة. أعتقد أني لقيت طريق العودة. ما كنت أحسبني بطلع من ذي الغابة سالم. يعني أنا أخاطر بحياتي وأهرب من ساحرة وأدخل كهوف ودمى وكل هذا عشاني؟ لا. عشانكم، وأنتم للحين ما ضغطتوا زر اللايك؟ ركبت أول شاحنة لقيتها. ما أدري وين رايحة، بس أكيد أحسن من الغابة اللي وراي. وأخيراً وصلت المدينة. بعد كل ذا الرعب والغابة والساحرة والدمى، صراحة المغامرة ذي تحتاج وسام شجاعة، أو على الأقل اشتراك في القناة.